وأجواء خريفية ساخنة في أكادير، مؤشر درجة الحرارة تجاوز أمس 30، والوجهة كانت خليج سوس بالنسبة للسكان، كما هو حال ضيوف محطة أكادير السياحية. الروبورتاج لصديق بن زينة ورشيد لطفي. في عز الخريف بلغت أمس درجة الحرارة بأكادير 34، فكان أن تشكلت صورة الصيف والمصطفين في بحر شهر نوفمبر. الشواطئ استقبلت الساكنة والسياح الذين وجدوا في هذا الاستثناء في الطقس ميزة قل نظيرها في المحطات السياحية عبر العالم. الجنة اللي عندكم أنا والله العظيم، هذا الشميسة في هذا الشهر 11 أيضا ما خيرت والله سعدت أيتو قادير. 300 يوم مشمس في السنة مؤهل طبيعي يتصدر جميع السنائد الترويجية لمحطة أكادير السياحية، ويشكل نقطة الجذب للسياح خصوصا في الفترة الخريفية والشتوية، حيث يجد السائح الأوروبي في أكادير منتجعا دافئا. الجميع يسبح، هذا شيء رائع ونادر. إن الزائرين للمدينة يقصدونها للاستمتاع بالطقس الجميل، إنهم هنا هربا من الجو الغائم والبارد في أوروبا. وفي الوقت الذي تكون فيه درجة الحرارة في أوروبا أدنى من الصفر، مدينة الانبعاث تنعم في هذه الفترة بطقس سمته الاعتدال، طقس يتيح للسائح فرصة الاستمتاع بجمالية شواطئ خليج أكادير.